السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو بتاع النهارده إن شاء الله أنا هشارك معاكم فرز الأدوات المدرسية اللي موجودة عندي، علشان أشوف أنا عندي إيه وإيه كمان اللي أنا محتاجة إن أنا أشتريه للسنة الجديدة إن شاء الله اللي داخلة علينا. بس ما تنسيش لو أنت أول مرة بتشوفي الفيديو بتاعي، يا ريت تنوريني بالاشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس اللي باللون الأحمر اللي تحت الفيديو علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. يلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. هقول لكم النهارده إن شاء الله تجربتي في الأدوات المدرسية، حصيلة ال5 6 سنين اللي فاتوا لاولادي. هقول لكم كمان ايه الحاجات العمليه اللي المفروض ان احنا نشتريها والحاجات اللي احنا ممكن نستغنى عنها وحاسه ان هي مش عمليه خالص. اول حاجه هبدا بيها هي اللانش بوكسات. اللانش بوكسات دي هجيبهم كده علشان يبانوا. اول حاجه اللانش بوكس لازم يكون مفرغ زي ده كده. التفريغه دي بتكون معاكي افضل بكتير جدا من اللانش بوكس اللي هو العادي اللي مش مفرغ. بس التفريغه دي لازم يكون ليها غطا كده، يعني نحط السندوتشات هنا لازم أن يكون ليها غطا بتقفل عليها. وكمان بحط فوق السناكس او اي حاجه انا حاجه حلوه للولاد انا عايزاها. ده كان تجربتي معاه ان هو مشكلتي معاه ان الحته اللي فوق بس دي مش غويطه، يعني لما باجي بحط فاكهه او حاجه بحس ان هي مش غويطه، لازم اقطعها ترانشات رفيعه خالص عشان تاخد معايا. بس هو كلانش بوكس حلو، ولو لقيت منه هديه حلو كويس جدا، وكان سعره كويس، كان تقريبا ب 15 جنيه، فكان ممتاز جدا. بالنسبه لده تجربتي معاه كان برده هو كان مفرغ برده بالشكل ده كده، بس هو كان حلو جدا وغويط وكل حاجه وليه غطا ومفرغ كده. لو هو التقسيمه دي بتبقى احسن جدا من اللي هو اللانش بوكس الواحد بس كده اللي هو ما فيهوش اي تقسيمه. لو انت هو بقى اللي عجبني فيه ايه ان هو دي بتتشال كده، يعني ممكن لو انت عايزه تاخدي دي كده وتحطي دي عليها كده وتقفلي ماشي شغال برده وقفله عادي خالص. لكن انا كنت بحط له ده وكان عملي، بس هو كان غالي على الفاضي. انا كنت جايباه تقريبا ده كان ب 30 جنيه، بس انا ما حسيتوش بصراحه خالص ان هو يعني يستاهل الفلوس. ده بقى من افضل اللانش بوكسات اللي انا استخدمتها حرفيا. يعني كان بصوا عامل ازاي، كان مقسم كده، هنا بحط العصير وهنا مثلا بحط اي حاجه حلوه، وفي نفس الوقت بحس ان هو مقفول عليها. وكمان الناحيه التانية قفل كده، بحط هنا السندوتشات وبقفل كده وبقفل كده، فالسندوتشات مقفول عليها واي حاجه حلوه او عصير برده مقفول عليه بالشكل ده كده. ده كان من افضل اللانش بوكسات اللي انا جبتها بصراحه، كنت جايباه من فتح الله، كان ممتاز جدا. دي تجربتي معاه. ده كنت جايباه لبنتي من ساعه ما كانت في الحضانه، كان ليه غطا هنا كده حتى اتكسر، وكان الاثنين دول كده كان في اتنين زيهم هنا برضو اتشالوا، لان هو كان من وهي في الحضانه فقعد معاها 5 6 سنين. برضو من الحاجات الحلوه العمليه متقسمه، برضو واحد عمل فيهم وعجبني هو ده. بالنسبه بقى للازايز، انا جربت الازايز الغاليه، يعني كنت جايبه دي ب 35 السنه اللي فاتت، ودي كانت ب 15. دي بقى لها كام سنه عندي، ودي بقى لها حوالي سنه. الاثنين برضو حلوين جدا وعمليين على فكره للمدرسه خالص. بس دي الغاليه لما تيجي تشتري ازايز للمدرسه بالذات حاولي ان انت ما تشتريهاش رخيصه قوي، لان دي بيبقى فيها حته من فوق بلاستيك كده بتتكسر بعد فتره صغيره جدا، بتلاقيها اتكسرت معاكي، فبحسها ان هي مش عمليه قوي. يعني هي غطاها بيبقى شغال وكل حاجه، بس لو دلوقتي ما ينفعش اي حد اي طالب ياخدها او تلميذ ياخدها، ابنك ياخدها مثلا معاه في المدرسه لانها هتقلب الميه منه. لكن دي بحسها ان هي محكمه الغلق اكتر، وبصراحه تستاهل الفلوس. الغطا بتاعها حلو جدا، وفيها حته كده كمان ممكن لو انت عايزه، لو ابنك عايز يشرب من هنا كده برضو زي الاطفال الصغيرين اللي بيحبوا يشفطوا دايما، الشفاطه دي حلوه جدا. ممكن تحط لها، هي بيبقى فيها شلمو برضو، تحط فيها الشلمو بتبقى جميله جدا وعمليه. والغطا بتاعها محكم، فانا بصراحه بنصح ان احنا لما نشتري ازايز ما نسترخصش فيها، لان الازايز دي بتعيش على فكره كتير جدا معانا. تالت حاجه عايزه اكلمكم عليها هي المقالم. المقالم اول حاجه لما تشتري مقالم، على مثلا جربت المقالم القماش دي كانت بقالها فتره 3 و4 سنين عندي. انا بصراحه مش بنصح بالمقالم القماش ديت، لان هي بحس ان هي مش عمليه، هي بتاعت سنه واحده وخلاص. لو انت هتشتري السنه دي كل سنه مقلمه، هتشتري مقلمه قماش هتقعد مثلا مع ابنك او بنتك هي سنه واحده بس، مش هتحسي ان هي عمليه قوي. حاسه ان القماش دي حتى لو كانت غاليه، دي مثلا كانت غاليه وبرده حسيتها ان هي اتبهدلت بسرعه، ما مش عمليه زي الحاجات اللي انا هوريها لكم كده. دي مثلا احنا جايبينها السنه اللي فاتت كانت ب 25. دي حسيتها حلوه جدا، هي صحيح سوسته واحده بس بحسها ان هي بتلم حاجات كتير، بتلم اقلام كتير، ممكن وساطر الجمه برايه بتاخد، وهي شكلها كده وهي فاضيه مش متطبقه ولا اي حاجه، فبنصح بيها. كانت ب 25 جنيه. وفي نوع من انواع اللي هي زي دي كده بتاعت زمان، دي كانت مثلا ب 15 جنيه. دي فيها هنا كده حته هنا فيها عمق بسيط، التانية العمق بتاعها اكتر شويه.
لا العكس، دي العمق بتاعها بسيط في جدول الضرب، ودي العمق بتاعها اغوط شويه. بالنسبه هنا تحط الاقلام والجومه والبرايه، القلم الرصاص، القلم الجاف، طبعا مش هتاخد الوان كتير ولا حاجه. ودي هحط هنا فيها هنا المسطره، لو هاخد مسطره معايا ولا حاجه صغيره على قد اولادنا الصغيرين اللي هم لسه في الابتدائي، لسه في الاول خالص. دي برده كانت حلوه وعمليه، من الحاجات اللي بتعيش معايا بقالها معايا ازيد من سنتين. نيجي مثلا دي برضو كانت حلوه جدا، شاريها السنه اللي فاتت. دي كانت اغلى شويه، دي كانت ب25، بس جميله جدا، نفس النظام، بس الجوده بتاعتها اعلى والماتيريال بتاعها احسن. برضو فيها الحته العمق بتاعها بسيط في جدول الضرب، والناحيه الثانيه فيها العمق بتاعها اكبر شويه، في مكان للاقلام، في برايه ليها غطا هنا ممتازه جدا. كان في هنا آلة، بس آلة صغنطوطه كده، بس بنتي شالتها، برضو من الحاجات الحلوه العمليه، وفيها اشكال هنا، فهي شكلها حلو جدا، من الحاجات اللي هي العمليه. كانت غاليه ب25 بس حلوه وبتستاهل الفلوس وبتقعد وبتعيش. عندي هنا قماش اللي هو بتحسي ان هو جينز، الجينز ده اي حاجه جينز هاتيها، لان الجينز انا بحس ان هو بيعيش جدا. حتى هوريكم برضو في الشنط دلوقتي، اي لو المقلمه عندك جينز بتقعد. المقلمه دي بقالها مثلا مع ابني حوالي 5 سنين، فيها سوست كتير جدا وعمليه. السوست بتاعتها ذات نفسها حتى ما شاء الله ما اتقطمتش ولا اتكسرت ولا اي حاجه، عمليه جدا جدا. في حته سوسته هنا، وكمان سوسته كمان هنا كبيره، بتاخد حاجات كتير جدا، بتاخد حتى لسه هي فيها اقلام حتى من السنه اللي فاتت. فهي بالنسبه لان هي حجمها كويس جدا وعمليه جدا. بالنسبه للقماش لما يكون جينز، لو الجينز بصراحه حلوه جدا جدا عن القماش. ده كان بالنسبه للمقالم. دلوقتي على شويه ادوات مكتبيه كده، هقول لكم تجربتي فيهم وتجربه مع اولادي يعني في السنين اللي فاتت، ايه العملي فيها وايه اللي مش عملي. بالنسبه للبراجل، اول حاجه البراجل ده كان ب25. السنون ده هو ده شكله، بيتفتح كده والسنون بتتحط من هنا، ده كان ب25. طب نيجي بقى للنوع التاني. النوع التاني ده اللي هو العادي خالص، اللي بيتحط فيه من هنا قلم رصاص من هنا، ده كان ب15 جنيه. انا شايفه ان ده عملي عن ده بكتير 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 افضل. فبالنسبه للبراجل مش كله. وده كمان كان نوع حلو جدا. انا بفضل او بنصح باللي هو العادي خالص، اللي هو كان حتى نوعه كان معروف، انا كنت جايباه من كتير جدا ب15 جنيه من حوالي 4 سنين. اسمه ديلي، مش عارفه ديلي، هو تقريبا اسمه ديلي كده مكتوب عليه من جوه. كان برضو من الحاجات العمليه جدا اللي نفعت ولادي. ده بالنسبه للبراجل. حاجه بالنسبه للدباسات، الدباسه الصغيره دي، الدباسه دي طبعا كنا ايام زمان لازم الدباسه دي تكون موجوده على المكتب يعني. انا اشتريت منها الثلاثه دول، بس برضو كنت شارياهم من فتره، انا ما اعرفش دلوقتي سعرها كام بصراحه. انا كنت شاريه الواحده حوالي 15 جنيه. ممكن هتلاقيها برضو سعرها على فكره مش غالي لو هتشتريها من مكتبه تكون بتبيع بالجمله. ودي الدبابيس بتاعتها برضو كانت العلبه دي كانت ب10 وبتقعد كتير على فكره. بس انت ممكن تستغني عنها خالص، مش من الحاجات الاساسيه في الادوات المكتبيه. ليه؟ لان احنا ممكن نستغنى عنها بالمشابك الورقيه دي. المشابك دي طالعه على فكره جديده جدا، هي من زمان بس هي طالعه بقى دلوقتي الوان بالنسبه لاولادنا الصغيرين. المشابك دي كده المشابك المكتبيه، وفي منها كمان المشابك دي بتكون عمليه جدا لو انت بتذاكري لاولادك وبتدي مثلا للطفل الواجب، فانت مثلا يعني مثلا بتدي له مثلا الصفحتين دول هتديهم له مثلا واجب، هتدبسي له فيهم كده. دي في منها الوان، بتبقى العلبه ب15 جنيه، هتدبسهم له كده وتعرفيه ان دي هي الواجب اللي عليه. طبعا المشابك اللي زي دي بتذكره طبعا او بتفكره، وكمان بتفرق معاه في المذاكره لو هي الوان وكده. لو ولادنا صغيرين في ابتدائي وكده بتفرق معاهم جدا. برضو من الحاجات العمليه اللي ممكن تغنيني عن الدباسه بالدبابيس بتاعتها. برضو البرايات البلاستيك لما تيجي تشتريها خلي بالك من الموس اللي فيها من جواها، لازم تجيبي نوعيه تكون كويسه، ما تسترخصيش فيها، لان كل ما كانت نوعيتها احسن الموس اللي جواها ده بيكون جودته افضل. طبعا انا مش هحتاج ان انا اشتري اي مشابك ورقيه ولا اي بريات ولا حاجه، لان انا عندي من السنه اللي فاتت، فمش هحتاج ان انا اشتري. الحاجات اللي عايزه اكلمكم عنها اللي هي بتبقى موجوده على المكاتب عند اولادنا، بس مش كلنا، اللي هي ورق الملاحظات ده. مثلا ده كميه دول بتشتريهم ب11 جنيه، طبعا قدهم كمان مرتين يعني. ده نص الورق ده، دي نص الباكت اللي انت بتجيبيه. كانت ب11 جنيه، فيها كتير جدا جدا. ممكن تملى باسكت زي ده بتتحط على المكتب
برضو بالنسبه للولاد الصغيرين بحس ان هي مش عمليه قوي، هي بتنفع لفتره الاعدادي اكتر. لما بتحط لو ابنك او بنتك عايز يكتب اي ملاحظه ولا حاجه بيشد واحده ويكتب فيها اللي هو عايزه. يعني برضو من الحاجات اللي هي مش عمليه قوي لاطفالنا الصغيرين اللي في الابتدائي. كذلك برضو عايزه اقول لك كمان على الخرامه. الخرامه ما حسيتهاش برضو ان هي عمليه قوي. يعني طبعا انا عيالي طبعا بيحبوها وجايبينها وبيستخدموها كمان، بيخرموا بيها الورق لما بيكون في ورق باقي منك من الكشاكيل بتاعت السنه اللي فاتت، بيخرموا بيها ويعملوا بيها نوت بوك. بيحطوه بيكتبوا فيه يعني يا دي يا دي، اي واحده من دول، مش ملزمين ان احنا بيهم هما الاثنين كده. دي بالنسبه للحاجات دي. عايزه اكلمكم بقى دلوقتي عن الالوان. بالنسبه للالوان الهايلايتر، طبعا دول بيتجابوا. كنت السنه اللي فاتت بجيب الواحد لوحده كان ب5 جنيه، كنت بجيب بعد كده العلبه فيها 4 ب15 جنيه. طبعا لو بتجيبي من مكتبه بتبيع بالجمله هتفرق معاكي وهتكون ارخص. دي بالنسبه للالوان دي. فانا حاسه ان عندي هنا ازيد من علبه. دول اللي كان دول شغالين، دول اللي شغالين، اللي مش شغالين احنا خلاص رميناهم. بالنسبه هنا الالوان الماركر دي، الالوان الماركر دي على فكره بتنفع جدا برضو. الواحد تقريبا فيه ب5 وفيه ب7، مش كله ده انواع. بالنسبه هو برضو مش من الاساسيات لو انت بتحبي تكتبي. لو عندك سبوره في منه خدي بالك ان في منه بيتمسح وفي منه ما بيتمسحش. فلو انت بتعملي لوحات لاولادك او بتعملي لهم نشاط بتنفع جدا وبتبقى عمليه. بالنسبه بقى للجومه او الاستيكه او الممحاه اللي بنمسح بيها، الحاجات اللي زي دي ما احسهاش عمليه خالص. في بقى حاجات قديمه بتقعد بالسنين مع الطفل او مع ابنك او بنتك. لو جبتها له نوعيتها كويسه بتقعد على فكره معاه بالسنه وبالاثنين وبالثلاثه كمان، لو هو يعني مش بيستهلكها على حسب استهلاك العيل، بيحب الرسم او ما بيحبوش. فانا بحس ان هي عمليه اكتر من الحاجات اللي بتبقى طالعه موضه اللي هي زي دي كده مثلا. بيطلعها وكده، بحس ان دي عمليه اكتر. فلو هتجيبي جيبي من دي ما تجيبيش من دي. بالنسبه برضو للجلو عايزه اكلمكم عنه. الجلو ده على فكره بيتباع ب3 جنيه تقريبا. لو انت هتعرفي تجيبي منه، لو انت بتعملي نشاط بالنسبه لاطفالنا او اولادنا اللي في الابتدائي، لو انت بتعملي نشاط على فكره بينفع جدا في النشاط، بتلزقي بيه حلو جدا وعملي ومرخص في نفس الوقت. ممكن تجيبي واحد ب3 جنيه هيقعد معاكي فتره على فكره. كمان بالنسبه بقى للالوان، دي بقى حصيله سنتين 3 فاتوا. كنت كل سنه اجيب لاولادي كل واحد علبه الوان من اللي هي الخشب. في الخشب ده على فكره انواع. بالنسبه بقى للالوان الخشب دي، في منها نوع اسمه فيبر كاسل، ده احسن نوع على فكره. الفيبر كاسل ده احسن نوع، لان في الوان خشب ياما جدا بتبقى مش عمليه وبيبقى خطها وحش وتلوينها مش كويس. بالنسبه للالوان الفلوماستر انا ما بنصحش قوي بصراحه بالالوان الفلوماستر بالنسبه لاطفالنا واولادنا اللي في الابتدائي. بحس ان الخشب عمليه احسن واكتر، لانها معاهم بتعلم على الصفحه اللي ورا وبتطبع كمان على الصفحه اللي ورا، لان هي ما حبيتهاش. حسيت ان هي الخشب احسن، وقلت لك زي ما قلت لك النوع اللي انا قلت لك عليه بيكون افضل. بالنسبه بقى للالوان بتاعتي دي الوان قصدي سوري، اللي هي الاقلام اللي بيستخدموها. في اقلام زي دي كده بتبقى عمليه. حبيت قوي الاقلام اللي زي دي، كانت برضو دي بقى لها كام سنه معانا، برضو سنتين 3. لو لقيتيه حلو جدا هاتيه لابنك او بنتك. ودي حصيله الالوان. في بقى انواع ممكن تجيبي منها دست بتوفر معاكي جدا. يعني ممكن تجيبي دسته من دي ودسته من دي، هيوفر معاكي. هتلاقيه في الدسته لو انت حسبتيها هتجيبي القلم بجنيه او بجنيه ونص. يعني لو انت جبتي بالدسته هيكون اوفر لك بكتير بدل ما تشتري من المكتبه. الانواع دي كده ممكن تجيبي منها بالدسته، حلوه وخطها حلو وعمليه جدا، وفي نفس الوقت سعرها رخيص في متناول الجميع. فمش لازم نشتري اقلام من اللي هي الغاليه او اللي هي تكون اغلى حاجه، واقلام حبر وكده. الحاجات دي كلها مش عمليه. بالنسبه للقلم الرصاص، بحب القلم الرصاص اللي هو العادي جدا ده كده. طب بالنسبه للسنون، ايوه انا بجيب لهم برضو سنون. هما بيحبوا برضو الالوان السنون، بس بفضل في الالوان السنون ان انا هما ما ياخدوهاش مع المدرسه. بحس ان هي مش عمليه قوي. يعني ده مثلا كان ب7.5 وده كان ب15. في منهم سن تخين وسن رفيع. السن الرفيع بتلاقيه اغلى طبعا، في 5 مللي وفي 7 مللي تقريبا. هم بيحبوا الالوان اللي هي السنون. بس هي بالنسبه للمدرسه لما تجيب لهم الالوان الرصاص اللي هو القلم الرصاص العادي خالص بيكون افضل وعملي اكتر من الالوان اللي هي بتكون سنون. ده بالنسبه للاقلام. طبعا انا ممكن اشتري اللي انا محتاجاه. هشتري دستتين من دول، اسود وازرق من النوعيه دي، بحبها جدا وبقى زي ما قلت لكم انها عمليه. ده اللي انا هشتريه للالوان دي. المساطر والمنائل والمثلثات، انا مثلا بحب جدا المسطره اللي على شكل فن دي، بتبقى عمليه جدا. لو لقيتيها هاتيها، حلوه جدا جدا. بالنسبه كمان للمساطر، انا ما بحبش مثلا المساطر اللي هي اللي زي دي كده.
تحس انها مش عمليه، بتتكسر بسرعه مش بتعيش مع اولادنا. لكن انت ممكن تجيبي طقم زي ده مثلا، انا كنت جايبه الطقم الاحمر ده مثلا ب 15 جنيه، كان من حوالي 3 4 سنين، لا والله كان اكتر كمان، كان من حوالي 5 6 سنين. بيعيش جدا على فكره بالسنين وممتاز، بنصح جدا بيه. الشكل بتاعه، المثلث بتاعه فيه اشكال فين، ممكن يشتغل معانا برضو لفتره طويله. المنقله بتاعته حلوه جدا، الوانها باين، الكتابه بتاعتها باينه، الارقام بتاعتها ممتاز جدا. بالنسبه بقى للمثلثات مش هشتري اي حاجه، لان الحاجات دي كانت بقيت اطقم عندنا من زمان، من فتره موجوده عندي، فانا مش هشتري منها تاني خالص. ده بالنسبه للمساطر والمثلثات والمناقل. بالنسبه للفايلات برضو، لو انت ولادك بيحبوا يستخدموا الفايلات لورق مثلا دروس او مذاكره، او عموما بيستخدموها في المدرسه، في طالب بيحب يحط كل ماده فايل، الفايلات اللي هي البلاستيك دي احسن من الورق دي بكتير. الورق دي بحسها مش عمليه. هي انت عايزه تنظمي الدنيا لطفلك لو هو في الابتدائي، وتجيبي له كل ماده تحطها له في دوسيه زي ده لون مختلف، طبعا بتسهل على الاطفال الصغيرين اللي لسه في مرحله الابتدائي في الاول خالص، اولى وثانيه وثالثه. دي هتنظم لهم الدنيا وتعودهم كمان على النظام. ده بالنسبه للفايلات. انا عندي مثلا هنا الجلاد، لما تيجي تجيبي جلاد جيبي بالدسته كده في اي مكتبه بتبيع بالجمله، او حتى يعني الافضل ان انا بنصح بيه انك تروحي مكتبه بتبيع بالجمله وتجيبي من الجلاد ده بالدسته كده. تجيبي الوان، لو انت عندك مثلا كذا طفل هتجيبي الوان ازرق، مثلا دسته صفراء، دسته زرقاء، دسته حمراء، هيفضل معاكي وهيوفر معاكي جدا جدا. خاصه ان الجلاد في المكاتب العاديه بحس ان هو الاسعار بتاعته كل سنه بتزيد عن الثانيه، لا لما جبتيه كده هيفرق معاكي جدا على فكره في التوفير وفي الاسعار. بالنسبه وحتى الجلاد يعني انا مثلا عندي هنا جلاد مثلا كان مستخدم بس هو كويس، فانا مش برميه، انا بخلي ولادي يستخدموه زي ما هو، طالما ان هو شكله حلو وكويس، مش متقطع، مش متبهدل، خلاص هيستخدموه. لو حتى مش هيستخدموه في الترم الاول هيستخدموه في الترم الثاني لو احتاجوا. على فكره بينفع، بيقعد ازيد من سنه معاكي. ممكن الجلاد يعني السنه دي والسنه اللي فاتت خلاص، بس بعد كده خلاص مش بيستخدم اكتر من سنه يعني. ده كان 60 ورقه، كان بكام؟ كان ب 17 جنيه. ده بتاع السنه اللي فاتت، طبعا هو مقطوع منه ورق كتير، كان مش عارفه هو كان كام ورقه بصراحه، كان 40 ورقه تقريبا او حاجه، كان بحوالي 8 جنيه. بس هو اتقطع منه ورق كتير، احنا قطعنا منه اللي هو المستخدم، والباقي ده ينفع حد يذاكر فيه يعني. برضو بحس ان السكتشات مش عمليه قوي زي الكشاكيل، يعني بحس ان الكشاكيل عمليه اكتر. بحب جدا اجيب برضو بالدسته، لو عندي بحب انك تجيبي كشاكيل من اللي هي ال 40 ورقه الصغيره دي، وال 60 ورقه اعلى منها شويه، وال 80 ورقه بتبقى اكبر منها شويه. خلي ال 80 دايما للواجبات عشان تكفي الطفل اكبر قدر ممكن من بيكتب واجبات مثلا سواء في المدرسه او في الدروس. وال 60 ورقه للحصص، وال 40 ورقه للاكسرسايز او الاملاء او الامتحانات. هتجيبي دسته من دي ودسته من دي ودسته من دي، وكمان دسته من اللي هي الكشاكيل اللي في الانجليزي، طبعا على حسب ما يكون 40 60 زي ما بتفضلي. بتكون عمليه جدا جدا وبتقعد معاكي وقت طويل. انا بنصح بصراحه ان انت تجيبي بالدسته، ما تجيبيش ابدا ابدا بالكشكول واحد بس من المكتبه. بالدسته هتفرق يا جماعه معاكم جدا جدا بجد، هتوفر، خاصه الادوات المدرسيه ما بقتش رخيصه. هي الشنط، الشنطه دي اللي كان فيها صوت كتير جدا، حلوه جدا وعمليه. انا كنت جايباها لبنتي، قعدت معاها من الابتدائي لحد ما دخلت الاعدادي، فهي حلوه جدا، بتعيش بالاربع والخمس والست سنين كمان بصراحه ما شاء الله. فيها سوسته، وسوسته كمان كبيره جدا، وكانت عمليه، وكان فيها مكان هنا كمان لو حد كبير وعنده لابتوب او حاجه، فيها مكان هنا كمان اهي، يا رب تكون باينه، ممتازه جدا. فيها مكان هنا للازايز من الناحيتين، حلوه جدا وعمليه كمان. فيها مبطنه هنا من الظهر عشان ما توجعش ظهر اللي بيشيلها، حلوه جدا وبنصح بيها. برضو من الحاجات الحلوه اللي عمليه اللي نفعت معايا هي الشنطه الجينز، بس هي كانت العيب الوحيد اللي فيها ان هي الحته اللي كانت فيها الجلد هي اللي اتقطعت. كان فيها برضو سوست كتير خالص، عمليه جدا جدا، بتشيل كتب كتير، مش متعبه ابدا ابدا في الشيله. برضو بحس ان هي عندها هنا دي مبطنه كده، فممتازه جدا على فكره. برضو من الحاجات برضو العمليه اللي عاشت معانا بالسنين، وممتازه على فكره جدا، تغسليها بتروح زي الفل. بالنسبه بقى للشنط اللي هي القماش بقى اللي زي دي، هي بيبقى فيها سوسته كبيره كده، سوسته كبيره، وسوسته كمان هنا من هنا كده بس، ومكانين من الجنب هنا وهنا، لا وكمان في سوسته كمان من ورا هنا كمان، هنا سوسته كمان من ورا. بس انا القماش اللي هي الخفيف اللي زي ده انا بحس ان هو مش عملي زي الشنطتين الاولانيين.